لو الشخص اللي انت بتحبه بيهددك في العلاقه، بيقول لك كلام سلبي من نوع اللي هو انت لو ما بطلتش كده انا هسيبك، كلامه متكرر بشكل سلبي، اعرف ان هو اكتر واحد خايف ان انت تسيبه. بس للاسف احنا بطريقه لا واعيه بنبدا نحس ان كلامه صح، وبنخاف وبنحس بالخوف. ممكن يكون هو متعمد يحسسك بالخوف ده علشان ياثر عليك ويخليك طول الوقت تحت طوعه، او طول الوقت قاعد خايف. وطبعا انا قعدت اذكر لك عدد الامثله او عدد الكلمات اللي الشخص بيقولها علشان يهددك ويخليك تحس ان هو ممكن يسيبك في اي وقت علشان يعلقك، مش هنخلص كتير جدا. بس خد المبدأ، لو بيقول لك الكلام ده بشكل يعني مش متكرر على طول من فتره للتانيه، اعرف ان هو مش شرط ان هو يخوفك، هو بس بيقولك علشان هو متضايق، بيلفت انتباهك ان هو متضايق فصلح من نفسك. وانما لو بيقولك بشكل مستمر بيهددك بيخوفك بيقارنك بينك وبين ناس تانيين في صفات وسلوكات، بص دي احسن منك، بص ده احسن منك، هنا لازم تعرف ان هو خايف الا انت تسيبه، فبالتالي بيختار الحيله الرخيصه، الا وهي ان هو يعجزك ويفقدك الثقه بنفسك. علشان كده اهم خطوه لازم تاخدها هي انك تبدا تدرك الكلام ده بالمنظور الجديد، وتخلي الكلام ده ما ياثرش فيك لا داخليا ولا خارجيا. داخليا ما تخليهوش ينجح ان هو يخليك تحس باللي هو قاصد يحسسك بيه، وخارجيا ما تبينلوش ان انت خفت. والخطوه الاهم هي انك تكسر خوفك وتبين له انزعاجك من الطريقه دي، تقول له انا ما بتهددش او الطريقه دي ما تنفعش معايا، من فضلك ما تتكلمش بالصيغه او بالاسلوب ده تاني. ده هيخليك مره على مره تعرف تكسر الخوف كويس، وفي نفس الوقت تدرك نفسك وتدرك العلاقه من منظور مختلف مما يخليك تعيشها صح. اكتب لي في الكومنت ايه اكتر حاجه هتطبقها من دلوقتي، وما تنساش اللايك الجميل، واستنوا باقي الفيديوهات.